من معين واحد. هو معين التواشيح. الإنشاد. الإنشاد. نعم. طب ماذا عن التوشيح؟ التواشيح الشيخ ومعه البطانة، ومعه يصاحبه الآلات الموسيقية. أما الابتهال لا يدخل فيه الآلات الموسيقية. الابتهال لا يقف عند الوزن والقافية، وكذلك برضو التوشيح. أما الإنشاد لابد من وحدة الوزن والقافية. طب ادينا كده مثال على الإنشاد. الإنشاد: شهر الصيام أتى بالخير ألوانا، فاملأ كؤوسك يا من كنت ظمآنا، وانعم بشهد الرضا واطعم حلاوته، بيض الهدى روحا ووجدانا، واستغفر الله من ذنب ومعصية، لعل رب الورى يوليك غفرانا. الله، جميل جدا جدا جدا. طيب يمكن احنا هنستمر النهارده مع بعض على مدار الحلقه، وهتكون فضيلتك معانا، لكن بما ان احنا النهارده في ذكرى عطره على قلوبنا جميعا، وفي شهر رمضان، شهر الانتصارات، يعني شهر رمضان كانت فيه اعتقد غزوه بدر، وكان فيه العديد من الانتصارات، ومنها فتح مكه ايضا بيتم الاحتفال به في شهر رمضان. فهذه الانتصارات وكمان انتصار العاشر من رمضان ذكرى غالية علينا، فنقول كلمة سريعة أو ابتهال سريع عن العاشر من رمضان. شهر الصيام بذكرى النصر نواه، شهر الصيام بذكرى النصر نهواه، فيه العبير بذكر الله نحياه، والله أكبر والله أكبر والله أكبر رددته جنودنا، والكل معتصم بالله مولاه. الله. شيخ خميس عبد الباسط الروبي، هنستمر مع بعض في هذه الحلقة، لكن خلينا ندخل دلوقتي على اللقاء مع الزميلة منال والأستاذ الدكتور أشرف مؤنس، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، عن ذكرى العاشر من رمضان. نشوف مع بعض اللقاء مع الزميلة منال. أذن
الأواني وأفدي بروحي عيونك يا مصر. معقوله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله أذن وكبر. بسم الله بسم الله نصراني ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ولادنا. بسم الله بسم الله نصراني ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ولادنا. بسم الله بسم الله. مساء الخير اعزائي المشاهدين واهلا بحضراتكم، وما زلنا معكم طبعا في سهرتنا خيمة النصراوية وبنستكمل سهرتنا وحوارنا. الجزء الاول طبعا كان مع الصديقة الجميلة اماني، وانا بكمل النهارده سهرتنا. لسه بنتكلم عن ذكرى العاشر من رمضان بكل الفخر والكرامة والاعتزاز. بنقول ان احنا مصريين وبنفتخر. لا بنتكلم على الذكرى العاشر من رمضان في تفاصيل كتير يمكن الجيل الحالي والاجيال كمان القادمه مش عارفه كل التفاصيل. بنحتاج من فتره للتانيه يكون معانا ضيوفنا، يكون ضيوف مميزين جدا عشان نبدا الكلام، وممكن يكون في حاجات دقيقه شويه نحب نعرفها ونوضحها لكل المشاهدين. مرة تانية أهلا بيكم وكل سنة وانتم طيبين وكل عاشر من رمضان وإحنا بمنتهى الفخر والكرامة. خلينا نرحب بضيفنا الموجود معانا. أهلا وسهلا أستاذ الدكتور أشرف مؤنس، رئيس مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية السابق، وأيضا أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس. اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والخير والشعب المصري كله بخير ان شاء آمين الله. يا رب العالمين. أنا بادئة الكلام بجملة مهمة جدا بالنسبة لي، بقول ذكرى العاشر من رمضان. احنا دايما لما بنسمع الكلمة دي والذكرى دي بيبقى في عندنا احساس كده مختلف شوية، وبالتحديد المصريين مش اي حد تاني. الجملة دي بالنسبة لحضرتك بتمثل ايه؟ لما حد كده يقول لك كده النهارده العاشر من رمضان، بنحتفل بيوم 10 رمضان، بيبقى ايه بالنسبة؟ نصر العاشر من رمضان السادس من اكتوبر بيمثل اعظم الانتصارات العسكريه في تاريخ مصر المعاصر. العاشر من رمضان هذا اليوم اللي استطاع فيه الجند المصري ان يعبر قناه السويس، اكبر مانع مائي، ويقتحم خط بارليف اللي كان يعتد من اكبر الحصون العسكريه في التاريخ الحديث والمعاصر. استطاع الجند المصري ان يعبره، اللي كان الجانب الاخر بيدعي ان لن يستطيع المصريون عبور قناه السويس واقتحام خط بارليف لان هم محتاجين قنبله نوويه. ولكن احنا بفضل العبقريه التفكير المصري واستخدام خراطيم المياه استطعنا ان احنا يعني نحطم خط بارليف ونزيل الاسطوره اللي كان بيدعيها الجانب الصهيوني انه هو اليد الطولى وانه القوه التي لا تقهر. انا عايزه اقف عند نقطه مهمه، استخدام خراطيم المياه دي خليها على جنب شويه، وعايزه احط الجمله تانية، الاراده المصريه. أيوة. الى اكبر مدى والى اي مدى
دايما بقول إرادة المصريين، المصري، احنا مصريين. الجملة دي كلها مليانة كلمة إرادة، تصميم، إصرار، أو توقيت أو ساعات معينة أو خطة محكمة إلى آخره. لكن كل ده من غير إرادة ومن غير تصميم وعزيمة كانش هينفع. كلمني عن إرادة المصريين، العزيمة. الفاصل في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر هو الجند المصري تمام. اللي استطاع بفضل الإرادة والتحدي والتصميم والعزة والكرامة وأن يسأر لما حدث في حرب يونيو 67 هو الجند المصري. الجند المصري كان في ذلك الوقت يقال له يا وحش، يا بطل. ما كان بيمشي في الشارع كده تشعري ان هو وحش بالفعل. وما زال الجند المصري رغم ان كانت الاسلحه اللي بيستخدمها اقل كفاءه من الاسلحه اللي بيستخدمها العدو الصهيوني، ولكن بفضل كفاءه الجند المصري واصراره على تحقيق النصر استطاع ان هو ينتصر على العدو الصهيوني. نابع منين الاصرار؟ يعني انا لما اجي اقول في اجيال دلوقتي، الشخصيه المصريه عبر التاريخ، الشخصيه المصريه أيوة. وحاجه تانية برضو انا تهمني اتكلم فيها. لما اجي اقول دلوقتي عندي قدوه، عندي قياده، عندي شخصيه بتشكل مثل اعلى، شخصيه بتديني حافز. انا منين ما بجتمع مع القيادات بتدخل جوايا روح كذا وكذا وكذا، بتخليني يبقى عندي اصرار اكتر وعزيمه اكتر. كل الكلام ده اذا انا عندي كمان قياده. انا مش هقعد لوحدي في بيتي واقول انا جوايا عزيمه وجوايا اراده، لا، ما انا برجع برضو شغلي او المكان او الكتيبه بتاعتي او غيره وبسمع كلام من قيادات عليا. اكبر مثال أيوة. للقياده والقدوه كان الشهيد عبد المنعم رياض، اللي استشهد في 9 مارس سنه 69 في اعقاب يعني فتره حرب الاستنزاف. ده كان رئيس اركان الجيش المصري، وكان ممكن يدير المعركه وهو قاعد في مكتبه، ولكن هو فضل ان يكون في وسط جنوده في الخطوط الاماميه للقتال عشان يرفع من روحهم المعنويه ويشد من ازرهم. ايوه، ده افضل مثل للقدوه والقياده، ان يكون القائد وسط جنوده. هم استلهموا العزيمه والاراده من هذه الروح. ما كانش هناك فرق بين جندي وبين ضابط اثناء المعركه. الكل يحارب ويناضل ويكافح من اجل استرداد الارض ورفع العزه والكرامه للشعب المصري بل والامه العربيه والاسلاميه. وهذا ما حدث بالفعل. العبقريه المصريه ظهرت بالفعل في حرب اكتوبر. ده كون ان احنا نخوض حرب بعد اقل من 6 سنوات من هزيمه يونيو 67، ده في حد ذاته انجاز. ان تستطيعي حضرتك تهيئي الجبهه الداخليه والجبهه العسكريه وتنوع مصادر السلاح وتهيئي الجندي المصري يبقى محصن. وبيحارب امتى؟ بيحارب في 10 رمضان، يعني أيوة. بيحارب وهو صايم. ايوه، دي ادت له قوه ودفعه ان هو كمان يعني يحقق النصر، حتى لو استشهد يستشهد وهو بيحارب وبيدافع عن ارضه. عجبتني كلمه من حضرتك قلتها، تهيئ الجندي المصري. تهيئ يعني تؤهل، يعني تجعله في وضع الاستعداد. اذا عشان انا اهيئ الجندي المصري يبقى في من الكلمات، من التصريحات، من المواقف، من استشهد بكذا، كل ده. اذا في قيادات قامت ببعض التصريحات والجمل اللي ممكن اقول ان هي حافز او كلمات حافز عشان اوصل بالجمله اللي احنا قلناها في الاول، الاراده والعزيمه و من التصريحات اللي ممكن تكون قامت بالدور القوي جدا وشدت من عزيمه الجندي المصري. الرئيس السادات نفسه أيوة. اثناء حرب اكتوبر قال احنا سوف نقعد ونعي الدرس ونتدارس انتصارات اكتوبر بعد هذا النصر. وبالفعل احنا بعد حرب اكتوبر احنا بنتذكر ما حدث. قبل حرب اكتوبر كان الرئيس السادات يطلب من الجانب الامريكي ان هو البدء في انسحاب الجانب الاسرائيلي شرق القناه لبضعه كيلومترات
لفتح قناة السويس للملاحة الدولية كانوا بيرفضوا. كان هنري كيسنجر يقول للدكتور حسن زيات وزير الخارجية: كيف لدولة منهزمة أن تفرض شروط؟ فأدرك الرئيس السادات منذ ذلك الحين أنه لابد أن يخوض الحرب عشان إما يطلب السلام يطلبه من مركز القوة. عشان كده كان كيف بيقول لي لدولة للقادة مهزومة؟ والجنود، أكمل الجزئية دي. كان بيقول لي للقادة والجنود: أنا عايزكم تعبروا قناة السويس، تقتحموا خط الريف، خدوا إن شاء الله شبر واحد في شرق القناة وسيبوا لي الباقي. إحنا بقى ما خدناش شبر، إحنا خدنا من 12 ل 17 كيلو في شرق القناة بطول قناة السويس 120 كيلو. الجملة كيف دولة مهزومة عدت سنين وسنين وسنين. شوف حضرتك فاكر الكلمة ازاي؟ مؤلمة قوي. طبعا. مؤلمة عشان جدا. كده كيف دولة الجندي مهزومة؟ المصري كان منتظر اللحظة ساعة الصفر عشان يسأر لما حدث، لأن الجندي ما حاربش في 67. أيوة، دي يثأر. كانت أخطاء قيادات. كلمة يثأر دي احنا دايما فاهمين دايما كلمة الثأر صعايدة، صح؟ ودراما ومسلسلات وأفلام، لكن لما تجسد في الواقع وحقيقة ويبقى تحول كل الجيش كله والسواعد المصرية لأنه هو بيثأر، دي معجزة. حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر دي كانت ملحمة، بالظبط، ملحمة جيش وشعب، منظومة متكاملة. قوة أي دولة تكون بتنبع من قوتها الشاملة، وقوة أي جيش تنبع من قوته الشاملة. قوة الجيش الشاملة تنوع وتكامل الأسلحة كلها، يعني الطيران مع البحرية مع المدافع مع كله يتكامل معا من أجل تحقيق النصر. قوة الدولة الشاملة إن حضرتك تتكامل الجوانب السياسية وتهيئة المجتمع الدولي سياسيا، إن إحنا أصحاب حق، وإحنا لا نخوض الحرب من أجل الحرب، إحنا نخوض الحرب من أجل السلام. وهذا ما حدث بالفعل. ده حقيقة. تكامل طبعا. سياسي مع تكامل اقتصادي اجتماعي عسكري ثقافي، وبالتالي كان هناك تهيئة في داخل المجتمع المصري بل والمجتمع العربي لاسترداد الأرض ويعني العزة والكرامة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية. استرداد الأرض دي اللي هي مصرنا الحبيبة، مصر سيناء. الغالية وسينا الحبيبة، دي قطعة مننا، ده طبعاً احنا، ده طبعاً. كياننا وكرامتنا وعزتنا. ولكن تبقى مصر دائما وابدا مطمع للعالم. الارض مليانه خير ما شاء الله، وستبقى دائما ثروات في الارض كتيره جدا جدا دائما حتى هذه اللحظه، وهي مطمع. والله مصر أيوة. تختلف عن أي دولة في العالم. موقعها الاستراتيجي هايل في قلب العالم القديم والحديث، هي تعتبر مكان استراتيجي ومهم. معظم وإن لم يكن كل أعدائنا كانوا بيأتوا من الجبهة الشرقية من ناحية سيناء، وبالتالي احنا كان لازم ان احنا نحصن هذا الجزء فيما بعد، وهذا ما حدث بالفعل في عهد فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن موقع مصر، عبقرية المكان اللي اتكلم عنها الدكتور جمال حمدان، دي ميزة غير موجودة في أي مكان تاني. مصر دي أرض محفوظة، يعني مذكورة في الكتب السماوية الثلاثة، طبعا، مذكورة في الإنجيل وفي التوراة وفي القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا كثيفا فهم في رباط إلى يوم القيامة، فهم خير أجناد الأرض. فمصر كمان بالإضافة للموقع وبالإضافة لقوتها مليئة بالخيرات والموارد. مصر اللي قال عليها هيرودوت هبة النيل، صحح هذه المقولة المؤرخ المصري شفيق غربال وقال: مصر هبة المصريين، على اعتبار أن نهر النيل يسير في 9 دول إفريقية لم يصنع فيها حضارة مثل ما صنع في مصر. إذن هذا يرجع ويعود للإنسان المصري، هو الذي استطاع أن يسخر البيئة ويصنع الحضارة. عظيم. زي ما احنا قلنا من شوية، مرت سنين طويلة وتاريخ.
50 سنة طبعاً بالتاريخ سنين. الميلادي و51 سنة بالتاريخ الهجري. بالهجري وبالميلادي صح كده 50. عايزه اسال، هل احنا مقصرين؟ هل احنا متهمين بالتقصير في ان احنا نوضح تفاصيل لاولادنا لشبابنا؟ هل في دور للجامع، وهل في دور للكنيسه، هل في دور للمدارس؟ ده غير الاسره الاب والام. هل احنا مقصرين؟ هل في فعلا مجهود المفروض يبذل اكتر من كده عشان اوصل لاولادنا يعني ايه العشر من رمضان، يعني ايه نصر، يعني أنا ايه عايز أقول اكتوبر؟ لحضرتك إن الجيل الحالي اللي عنده حوالي 55 سنة لم يعاصر حرب أكتوبر. ايوه. أنا عاصرت حرب أكتوبر، كان عندي في وقتها كده 12 سنة. بس اكيد بقى بعد كده عرفت بقى. بس كنت مدرك في وقت أيوة. ده وشايف فرحة الشعب المصري بالانتصارات كانت حاجة مشرفة ومبهرة. على فكرة احنا ما فيش تأثير ان احنا نوعي الشباب واولادنا واحفادنا بانتصارات اكتوبر. احنا في المدارس بيدرسهم الحروب، مش بس في الصراع المدارس العربي هنا، الاسرائيلي، ده كمان بره وعلى مستوى اكاديميات كبيره، الأكاديميات العسكرية. الأكاديميات العسكريه بالظبط. ده بيدرس فعلا. ما حدث في حرب اكتوبر ما زال يدرس الى الان في اعتى الاكاديميات العسكريه. انت كسرت النظريات العسكريه القديمه بفضل ما حدث في حرب اكتوبر. انت اقتحمتي اكبر مانع مائي، ده صحيح. انت اقتحمت خط بارليه في الحصين، انت حققت انتصار باسلحه تكاد تكون اسلحه في ذلك الوقت بدائيه. يعني بمعنى ايه؟ ان انت وغير بتستخدمي متوقعة سلاح أساساً. يعتبر من الدرجه الثانيه واسلحه دفاعيه بتخدمها الاتحاد السوفيتي. انت استطعت ان انت بهذا السلاح التقليدي ان انت تقهري العدو اللي بيستخدم احدث اسلحه في الترسانه الامريكيه. ده صحيح. فيعني احنا حققنا انتصار مبهر بفضل القائد المصري والمخطط المصري والجندي والضابط اللي كان بيحمل روحه هي على منظومة أكفه. متكاملة. بالظبط، هي طبعاً. منظومة وتلاحم بين القائد وبين الضابط وبين الجندي وبين الشعب من أجل تحقيق النصر. أنا كنت بعتبر أن كل مواطن في الشعب المصري كان بمثابة جندي، كله طبعا كان متحمل طبعا. المسؤولية. وإذا ما من كانش أجل تحقيق- جندي عنده جندي، ما فيش بيت مصري ما كانش عنده اما جاره وقريبه وابنه وابن خالته ده وابن عمته. حضرتك عشان تعرفي كلنا- قيمة حرب كلنا. أكتوبر، الصراع العربي الإسرائيلي من حرب 48 لحد الآن 75 عاما. من أكتوبر لحد دلوقتي لوحدها 50 سنة، يعني ضعف فترة الصراع العربي الإسرائيلي. ده صحيح. خلال ال50 سنة لم تجرؤ إسرائيل على شن حرب أخرى، لأن هي أدركت معدن الجيش المصري وقوة الجيش المصري، وإنه يستطيع أن هو يلقنها درس في أي وقت من الأوقات. فبفضل الجندي المصري استطاع أن هو يقهر المستحيل. ده كان بيشيل مخلة وهو صايم أكتر من 100 كيلو ايوه. وراح يحارب. ايوه. يعني ما ايوه. لا، صحيح. الجندي المصري بهر العالم. عشان كده حرب اكتوبر يعني اعترف بها العدو قبل الصديق، ده صحيح. بان دي كانت زي ما قال شيمون بريز وموشا ديان، ان دي كانت زلزال بالنسبه للمجتمع الاسرائيلي. ده جولدا مائير بتقول ان حرب اكتوبر بالنسبه لها كانت كابوس سيظل تتذكره طيله حياتها. إسرائيل يعني في أعقاب حرب أكتوبر، بعد حرب أكتوبر بشهرين، شكلت لجنة اسمها لجنة أجرانات، اللي كان بيرأسها شمعون أجرانات، أكبر قاضي إسرائيلي بيحقق في أسباب الكسور الذي حدث في إسرائيل. هم سموها الكسور، لكن هو أسباب هزيمة إسرائيل في 73، وأدانت القيادة العسكرية وأدانت القيادة السياسية. وعلى إثر هذه التحقيقات أقالوا رئيس المخابرات ورئيس ايوه فعلا. الحربية. يعني ده اعتراف كامل بما حققه الجيش المصري، وهم اعترفوا ان الجيش المصري برغم قلة امكانياته ولكن استطاع بفضل الجندي المصري والمخطط المصري ان هو يبهر العالم. احنا في هذه المناسبة
لازم نحيي روح يعني برضو شهدائنا طبعا اللي راوا طبعا أرض سيناء طبعا بدمائهم طبعا من طبعا أجل أن احنا نعيش في عزة وكرامة. طبعا طبعا أيضا يعني تحية واجبة للرئيس السادات، يعني فعلا. الله يرحمه. صاحب قرار الحرب وعبقرية عملية السلام، والسلام اللي طبعا. أنا بعتبره ثعلب السياسة المصرية، اللي ده حقيقي. استطاع ان هو بالفعل ان هو يحرر كامل الارض المصريه، سواء عن طريق الحرب او عن طريق التفاوض او عن طريق التحكيم، وحصلنا على كل شبر من ارض مصر. الأستاذ الدكتور أشرف مؤنس، رئيس مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية السابق، وأيضا أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس. نورتنا وبشكرك جدا جدا، استفدنا من حضرتك جامد، وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا للسادة المشاهدين مشاهدينا وحضرتك، كل سنة الأعزاء، طيبين. شكرا وانت والصحة والسلامة. فاصل سريع ونرجع نكمل سهرتنا مع حضرتك.